يسعد صباحكم جميعا أو يسعد مساكم جميعا. اليوم بطل عليكم بحلقة مخصوص، يعني إصدار خاص فقط لليوم الوطني. بما أني بطلع أحتفل باليوم الوطني، يعني احتفال بسيط كده أنا وأهلي، لذلك قررت أني أعمل لهم شيء بسيط في اللون الأخضر وبنفس الوقت يحمل الطابع السعودي. بسوي بسبوسة. دائما أنا أسوي بسبوسة بالفستق الأخضر عادي، بس أستخدم فيها زبدة الفستق الخضراء. أحيانا إذا طرالي استخدمت ملون الطعام عشان أعطيها اللون الأخضر الزيادة. اليوم عادة أنا أحط فيها ماء الزهر. اليوم بسوي نفس البسبوسة، نفس الفكرة، بس فكرة جديدة. بسويها بالهيل والزعفران عشان نعطيها النكهة السعودية علشان اليوم الوطني. مكونات البسبوسة طبعا يعني ما تبعد كثير عن مكونات البسبوسة العادية. بيكنج باودر، بيض، حليب بودرة، قشطة، هيل وزعفران، والسميد طبعا اللي هو الملك البسبوسة اللي من غيره ما يتسوى، وزيت نباتي، والفستق هذا اللي هو مجروش، مو مطحون ناعم ولا كامل، هذا بستخدمه في الوسط من جوا البسبوسة. أما هذا الفستق والورد بستخدمهم للزينة. أما الحليب المكثف المحلى بخففه بشوية موية على النار علشان بستخدمه بسقي فيه البسبوسة بدال الشيرة. تقدروا تستخدموا شيرة، بس أنا حبيت اليوم أستخدم الفكرة هذه. بخلط جميع مكوناتي وارجع لكم، ولا تخافوا كل شيء بحط لكم بالتفصيل الممل. شوفوا أنا خلطت المكونات، بس طبعا لسه ما حطيت الفستق المجروش ولا السميد، بس وحطيت نقطة من ملون الطعام. شايفين لونها؟ جنن. طبعا بيفتح لونها وبيصير شوي على صفار في الخبز، يعني ما راح تصير خضرة غامق. ممكن أزيد نقطة كمان. أنا حطيت نقطة فوق ما تخيلوا، نقطة مرة صغيرة، يعني ممكن نزيد النقطة شوي عشان نعطيها اللون الأخضر بعد الخبز. وطبعا هذا ملون طعام آمن ومصرح فيه، يعني مو خرابيط مو أي شيء، وإحنا مو كل يوم نستخدمه للمناسبات. شوفوا اللون الجميل والقوام الجميل. طبعا انتوا اذا شفتوها ثقيلة مرة حسب نوع السميد احيانا تصير مرة ثقيلة، ضيفوا عليها حليب سائل، ضيفوا عليها شوية موية، ما يضر. بس هذا هو المقدار حقي انا اللي بحطه لكم بعد ما اخلص البسبوسة كاملة، او زي ما قلت لكم حسب نوع السميد. ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا لونها يا جماعة، يجنن لونها. بس للأسف صينيتي شوي كبيرة طلعت، يعني تطلع عندي البسبوسة خفيفة، ما حتطلع سميكة مرة يعني كبيرة. مش مهم. حطيت الفستق الكامل الحب، بس طبعا الورد لما تطلع، والحليب المكثف المحلى اللي هو بدال الشيرة لما تطلع. الحين بندخلها على فرن متوسط الحرارة أو أقل شوي من المتوسط، لأنها خفيفة عندي سماكتها، والصينية هذه مو زي البايركس ما تتحمل الحرارة كثير. شوفوا الريحة طبعا طلعت. أنا بخرمها شوي كذا تخريمات خفيفة عشان تتشرب الشيرة، بس هي بتتشربها بدون لأنها حارة، بس لأن الشيرة عندي شوي حارة بزينها بشربها بالشيرة أول، بعدين أزينها بالوردات وأرجع لكم. يامي شكلها يجنن. إن شاء الله تطلع ريحتها آسفة، إن شاء الله تطلع طعمتها حلوة كمان زي شكلها. بس الحقيقة أنا ما أدري إن إحنا بناكلها اليوم ولا بنخليها لبكرة، ما عندي فكرة، بس ممكن ناكلها اليوم فريش أحسن.